مرحبا. طبعا هذا الفيديو المقطع راح اصوره لاصحاب صفحة عراق، يعني الكيك العراقي، وراح اشرح لكم شلون احنا نستخدم التليفون، ونفس الطريقة طبعا اللي هي استخدام الكمبيوتر. بس اول شي راح اشرح لكم شلون نستخدم التليفون لان اسهل، هو هسه موجود عندي. راح نفتح الشاشة اول شي. طبعا لين قرأت تعليقات شوية يعني مستغربين إلى درجة، فقلت لازم أكو توضيح. المهم حتى نشوف شلون إحنا نتنقل بالشاشة. طبعا أنتم سمعتوا صوت الناطق يقرأ. إحنا عندنا طريقتين للتنقل بالشاشة، أما أحط صبعي على الأيقونة مباشرة، يعني هسه هاي مثلا مسجز، كونتاكت، مابس، أب ستور، أو أتنقل بهاي الطريقة اللي إحنا أكثر شي نستخدمها. هي شوف هيك مجرد مسحة خفيفة على الشاشة يخليني أتنقل بين الأيقونات الموجودة قدامي. أريد أرجع بالعكس على اليسار بهالطريقة. هاي أكثر شيء إحنا نستخدمها. زين إحنا شلون شلون أدوس على المسجز وهي مثلا المسجز وهي ما فتحت لنا، لأن إحنا أنتوا الدوسة الأولى، الضغطة الأولى راح مباشرة يفتح البرنامج، بس إحنا الضغطة الأولى لا، راح نسوي له سيلكت. يعني هذا هاي المسجز سويت لها هسه أنا اختيار، بس أدوس بأي مكان بالشاشة حتى لو مو على الرسائل. يعني هنا مثلا هسه راح أدوس، راح تفتح الرسائل الرئيسية، لأن آخر شيء سمعناه هو الرسائل المسجز. راح أدوس مثلا هسه هنا، شنو فتح؟ رسائل. إذا معناها شنو؟ أي مكان أضغط مدام مختار الشيء مسبقا راح ينفتح مباشرة هو إلي الشيء اللي اختاريته. زين هسه بالنسبة اللي قالوا فرارات وقالوا نحكي عراقي وشلون يقرأ الناطق عراقي، راح تشوفون شلون. حدخل على سفاري، يعني مثل ما هو متصفح الانترنت، افتح الصفحة. خلينا نقرأ الحكي المكتوب. هاي الفيسبوك قدامكم. الكيك العراقي. اوكي. أتمنى أن تقرأ إن كلامي وأتمنى تنشرونه ولو باسمك. هاي علامات يساوي ما الآنسة في الصورة هي الآنسة فرح، شابة لطيفة من محافظة البصرة، رغم كونها فاقدة الإبصار إلا أنها مدرسة لغة إنجليزية وتتميز بشيء لا نعرفه، أنها تشرح برامج المكفوفين الأجهزة أبل باللغتين العربية والإنجليزية. للأسف أنسان مثل فرح متابعيها على موقع تويتر قليل ولا أحد يعرفها، لكن راقصة لو واحدة تسد ولسانها طويل متابعيها بطول لسانها. اوكي. أتمنى وبحب من الكل أن تساهموا بنشر حسابها. هاي الحكي واضح صح، يمكن تشوفوا مو واضح، بس احنا لين تعودنا عليه صار عندنا واضح، ماكو كلمة تصعب علينا. وإذا صعبت علينا كلمة فإحنا عندنا طريقة نقدر نقرأ كلمة كلمة. أتمنى. شوفوا. واو. بحبي. من الكل أن تساهموا بنشر حسابها. اوكي، هاي قدر نقرأ كلمة كلمة، وإذا كلمة كلمة ما قدر نقرأ هم نقدر نقرأ حرف بطريقة معينة. هذا حساب تويتر. قالت لينك، يعني معناها شنو قصدها؟ قصدها انه اقدر اضغط عليه، هذا لينك. اوكي خلينا نمشي نقرا تعليقاتكم. مثلا هاي انفولو، شير، كومنت، لايك. اوكي هاي رغد ظاهر اختي مسوي لايك. تشوز فايل حتى اقدر اضيف فايل. رايت كومنت، هنا اقدر اكتب، وبعدين هسه لكم شلون اكتب. هذا أول تعليق. الله يفتح نظرهم بجاه الحبيب المصطفى، قادر على كل شيء. الله يفتح نظرهم. سيوفي. نقرأ لكم بعد تعليق. نمشي شوي. محمد العبيدي، أنت أكثر واحد طبعا مستغرب من الموضوع. آمنة بالله، شيلون تحت لايك وشلون تقرأ التعليقات، معروف برنامج الناطق من تحجي يكتب نفس كلامك، شلون تقرأ. أوكي هذا جواب لك الفيديو على هاي الحكاية. زين انت اللي كاتب هاي. شيلون تتصفح تويتر وهي عمية، والله عيب الكذب تره كله بلا زحمه وفولوا لها الحساب. هاي هي. ليش عندكم انتم كل شيء مؤامرة وعيب وقولوا فولوا هذا الحساب؟ بعدين والله امي قرأت التعليقات وقالت يعني ليش ما يقولون فاقدة البصر او كفيفة او ما تشوف، يعني ماكو غير كلمة عمية تقولوها. عموما ما عادي، يعني ما ضوج من كلمة عمية، بس اكو ناس تتحسس، كنت اتحسس قبل بس هسه الحمد لله والشكر. زين اريد اروح اصعد فوق. هاي اصعد فوق، راح اكتب لكم تعليق هسه. امشي هاي طريقة طبعا قلت لكم عليها، قاعد امشي بيها.
كومنت. اوكي. Write a comment. Ellipsis. Multi-line text field. Multi-line text field. هسه شنو طلع جوا؟ طلع الكيبورد. هذا الكيبورد وهاي الحروف. اوكي. هسه راح اكتب لكم تعليق وانشره. زين. ألف ألف لام لام يا يا ألف ألف. Space. حاليا. ألف ألف سين سين. Done. Button. جيم جيم. سجل. لام. Space. ميم. أف دال. طاء عين. مقطع. Space. مقطع. ألف لام فاء يا دال يا واو. اوكي. شنو صارت العبارة؟ سيف يشطب مساء Reply. Link. لا. سيف يشطب الله يفتح حاليا نسجل مقطع الفيديو. Multi-line text field. هذا التعليق راح هسه انشره. حاليا نسجل Comment. Button. اوكي. كومنت. Comment. Dimmed. Validator. Link. اوكي. حاليا نسجل مقطع راح الفيديو. هسه نزل عندكم بالصفحة. حاليا اسجل مقطع الفيديو. هاي الكيبورد طبعا احنا لازم بالبداية شوي نواجه صعوبة، بس بعدين شوي نحفظ مواقع الحروف وتصير سهلة علينا، مثل ما هسه شفتوا شلون مباشرة اروح على الحرف، يعني حافظتهم وبس اشيل ايدي من الحرف ينكتب عادي. وخلاص هذا هو مقطع الفيديو. شكرا لكم وان شاء الله تقتنعون بي. واختكم فرح.